السلام عليكم ورحمة الله، نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، يعني اللي هي تحلية عائلية رمضانية بامتياز. أتمنى تجربوها يا البنات وتكتبوا لي في التعليقات باللي الوصفة نجحت معكم. هذه يا حبيبتي، واللي أول مرة تدخل القناة نقولها مرحبا بك في القناة. ما عليها إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه هي. وكثرونا من اللجام، ما تبخلوش علينا بلجام باش الفيديو يوصل أكبر عدد من المشاهدين، وخاصة الفيديو موجه للمبتدئات. نقول لهم تبعوا الوصفات وتبعوا الخطوات تنجحوا فيهم بإذن الله. نمر لطريقة التحضير وبالمقادير على بركة الله. نحتاج نحتاج زوج مغارف يكونوا ممسوحين تاع كاكاو من النوعية الجيدة، كيس ونصف خميرة كيميائية، رشة ملح، مورف كبيرة تاع مارغرين طرية، ونحتاج كاس إلا ربع سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت، وزوج حبات بيض كاملين. كما قلت لكم يعني نعاود لكم المقادير على السريع. كاس إلا ربع تاع السكر عادي، زوج حبات بيض كاملين، نص كاس تاع الزيت، ونص كاس حليب، ومغرف كبيرة تاع مارغرين تكون طرية تكون غامولي، وزوج مغارف تاع ماكلة ممسوحين كاكاو من النوعية الجيدة، ونحتاجو كيس ونصف تاع خميرة كيميائية، نحتاجو الرشة تاع الملح طبعا. درك هنا كي ولا الخليط على شكل كريمي نبداو نزيدو في المقادير. وهنايا الكاكاو يا البنات عن تجربة مني انا شخصيا، يعني الكاكاو ديروه في الاول، ما ديروش مع الفرينة باش يعطيكم يعني يعطيكم نتيجة هايلة. درك درت الكاكاو وزدت الحليب ونزيد نخلط. درك هنا عندي كاس تاع فرينة، يعني كاس نورمال ماهوش بومبي ولا كاس يعني ممسوح. درك هذه الكاس انا عطيتكم كاس تاع فرينة، بصح درك نشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، اسكو نزيدو ولا ما نزيدوش. هذيك المغرف ممكن تزيدوها ممكن ما تزيدوهاش. انا يا درك الخليط هذا خذالي كاس وزدت عليه مغرف، وزدت الفرين عفوا زدت الخميرة الكيميائية. هنا راني ندخل في الفرينة مع الخليط بالباتر يعني، ولكن كي تدخلوا الفرينة في الخليط لازم ديروا الباتر بسرعة منخفضة، ديروها في لا فيتاس نيميرو 1 باش يعني ما تجيكمش من بعد الكيكة تاعكم ماشي شابة. هذه خطوة من الخطوات باش تنجح معكم الكيكة تاعكم. واللي ما عندهاش باتر دخل الفرينة بالفوي عادي. درك هنايا جبت هذا المول هذا اللي القطر تاعو 27 سنتيمتر، وفرغت الخليط. شوفوا هنايا يا البنات كيفاش الخليط يختلف بين الخليط تاع الزيت وحده وتاع الزيت والمارغرين. شوفوا هنايا كيفاش راهي ما شاء الله كي شغل تشوفوها كشغل انموس. نبدا نواسي فيها هكا بلا سباتيل، ومن بعد نخبطها هكا، نخرج لها الهواء اللي فيها، ونديرها طيب على 160 درجة، وتشعلوا الفور غير من التحت، وطيب لكم مدة الطهي حوالي يعني تديكم حوالي 10 دقائق. شوفوا هنايا كي قلعت لها البابي كيفاش خرجت ما شاء الله. شوفوا كيفاش طرية ما تشربوها ما والو.
وهنا نولوا للكريمه اللي رانا رايحين نزيدوها من الفوق، يعني ماشي كريمه، الفلون اللي رانا رايحين نزيدوه من الفوق. عندي ريتله تاع الحليب وزوج صفار بيض ومغرف كبيره معمره مليح بومبي تاع مايزينا. نحتاجو كيس ونصف الفلون بذوق الكراميل. نتوما تبغوا تستعملوا ذوق الفاني ثاني الاختيار لكم في اللوغو. ونزدت مغرف تاع لافاني وزدت زوج مغارف تاع السكر. يعني اللي تبغي الحلاوه بزاف ممكن تزيد مغرف سكر، واللي ما تبغيش الحلاوه ممكن تستغنى على السكر ما تزيدوش. درك هنا بعد ما درت الخليط فوق النار وثقال معايا يعني وغلا رفد الغليه الاولى والزوجه، نطفيو النار. وانا دائما نصفي يعني يعني دائما نصفي هذو الصوالح هذو باش ما يبقاوش هذوك الشوائب من الفوق كاش حاجه ولا تبقى الفوق ما تهوتش لتحت. وهنا هاوليك بعد ما برد لنا الفلون تاعنا، درك جبت شوكولا اللي كنت ذوبتها ولا شوكولاته الطلاء اللي عندكم خدموا بها. درك هكا نبدا نمشي فيها. وهاي لك الشوكولا بعد ما حليت البلا. شوفوا ما شاء الله حكمت روحها في الفريجيدير، يعني خرجت هايله. درك نقسم الكيكه تاعي. ودرك هنا جبت لاك خام شونتيي، يعني لاك خام شونتيي مكاش اللي ما يعرفش يطلع لاك خام شونتيي. درت هاد دي غوزاز هكا من الفوق، ومن بعد جبت كاوكاو ايفيلي حمصته شويه ودرته من الفوق كتزيين اختياري. وانتم تبغوا ديروا لي فروي، تبغوا ديروا اي حاجه، ما كان حتى يعني التزيين كل وحده واللمسه تاعها في التزيين. ودرك هنا هاي راهي واجده، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. نتمنى تجربوها يا البنات وتكتبوا لي في التعليقات باللي الوصفه راهي نجحت معكم. هذه يا حبيبتي، ودرك ما نقولكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه. إلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نكون خفيفة على قلوبكم.